أهلا بكم أعزائي متابعي المشاهدين في ذكرى الزيارة التاريخية كيف فتح البابا شنودة الثالث باب الحوار مع الفاتيكان. شهدت سبعينات القرن الماضي واحدة من أبرز المحطات في تاريخ العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، عندما قام البابا شنودة الثالث بزيارة تاريخية إلى الفاتيكان عام 1973 للقاء البابا بولس السادس في أول لقاء رسمي بين الكنيستين منذ الانقسام الذي أعقب مجمع خلقدونية عام 451 ميلادية. وجاءت الزيارة في إطار الاحتفال بمرور 1600 عام على نياحة البابا أثناسيوس الرسولي، حيث سعى البابا شنودة الثالث إلى استعادة جزء من رفات حامي الإيمان إلى مصر بعدما تنقلت رفاته عبر القروم الإسكندرية إلى القسطنطينية ثم إلى مدينة البندقية الإيطالية. وبحسب ما رواه الأنبا غرغوريوس، بدأت القصة خلال زيارة وفد قبطي إلى الفاتيكان عام 1969، حيث اكتشف أعضاء الوفد وجود مقبرة للقديس أثناسيوس داخل كنيسة القديس زكريا بالبندقية. وبعدها بدأت مفاوضات طويلة مع كنيسة روما من أجل استعادة جزء من الرفات، إذ جدد البابا شنودة الطلب رسميا في خطاب أرسله إلى البابا بولس السادس عام 1972. ورغم اعتراضات مدينة البندقية في البداية، وافق الفاتيكان في النهاية على إعادة الرفات دعما للتقارب بين الكنيستين. وسافر الوفد القبطي برئاسة البابا شنودة الثالث إلى الفاتيكان، وضم عددا كبيرا من المطارنة والأساقفة، بينهم الأنبا صموئيل والأنبا غرغوريوس والأنبا بخوميوس. وخلال الزيارة ألقى البابا شنودة الثالث عدة كلمات أكد فيها أن اللقاء لا يعني الوصول إلى الوحدة الكاملة بعد، لكنه يمثل بداية جديدة تقوم على المحبة والحوار والتفاهم العقائدي بين الكنيستين. كما شهدت الزيارة توقيع بيان مشترك في 10 مايو 1973 أكد اتفاق الكنيستين على الإيمان بالمجامع المسكونية الثلاثة الأولى والإيمان بطبيعة السيد المسيح، مع الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للحوار اللاهوتي والتاريخي والطقسي. وساهمت هذه الزيارة في فتح صفحة جديدة من العلاقة بين الكنيستين بعد قرون طويلة من القطيعة، لتظل واحدة من أهم المحطات التاريخية في مسيرة الحوار المسيحي المعاصر. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.